أحد لما أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى مكان المعركة. تعلمون أن في معركة أحد أقبل 3000 من قريش لغزو المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى مكان ظاهر من المدينة لتلقيهم. فوصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الموضع عند جبل أحد اليوم، وجبل أحد اليوم ما بينه وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ربما يعني على السيارة ربما ولا 5 دقائق تقريبا أو 7، وعلى الأقدام ربما لا يتجاوز النصف ساعة تقريبا، فحتى تصل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصل إلى جبل أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكان المعركة، ثم جعل عليه الصلاة والسلام يدرس الحال حتى يقرر الخطة العسكرية. فنظر وإذا هناك جبل صغير يطل على المعركة اسمه جبل الرماة، سمي بعد ذلك بجبل الرماة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 70 من الصحابة أن يصعدوا على هذا الجبل ويرموا المشركين من فوق. المهم قصة طويلة. بعد ذلك وقع على المسلمين ما وقع من المقتلة، واستشهد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام 70، منهم سيف الله وأسد الله ورسوله حمزة رضي الله تعالى عنه، وجمع من الصحابة الكرام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في قتاله عادة كر وفر، يعني يتقدم ويتأخر ونحو ذلك. فأصيب النبي عليه الصلاة والسلام بعدة إصابات، منها أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان رجل اسمه الراهب من قريش كان قد حفر حفرا وضع عليها شيئا يغميها به، فالصحابة ربما وقع بعضهم فيها، ووقع النبي عليه الصلاة والسلام في إحداها. كان يأتي هكذا ويضع شيئا وهي حفرة في الحقيقة تزل بمن يعني يطأ فوقها. وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم في ركبته، أصيب عليه الصلاة والسلام في أسنانه وخرج منه الدم، أصيب عليه الصلاة والسلام في وجنته المباركة، شج رأسه، إصابات مقاتل. ومن الصحابة من أصيب مثل الإصابات أو أكثر أو أقل، ومنهم من استشهد رضي الله عنهم. المقصود النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المشركين قد كثروا والصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني أيضا بين يديه قد استشهد عدد كبير منهم، جعل عليه الصلاة والسلام يتأخر بأصحابه ليصعدوا الجبل. أنت لما تصعد الجبل تستطيع أنك تدافع عن نفسك وتقاتل. فكان عليه الصلاة والسلام معه جمع من الصحابة ومنهم 9 من الأنصار. فرقى النبي صلى الله عليه وسلم الجبل ومعه 9 من الأنصار، ومعه أيضا صحابة آخرون. فلما اقترب المشركون منهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وله الجنة. فانطلق أحد هؤلاء الأنصار 9 إلى أولئك، انطلق يقاتل جمع، لكن المقصود أن يشغلهم حتى يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يرتفعوا إلى مكان يستطيعون أن يرموا منه، يعني حتى يأخرهم شوي، يأخرهم 3 دقائق 4 دقائق يستطيعون أن يصعدوا كذا متر. فاستشهد هذا الصحابي وقتل. ثم أقبل أولئك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فانطلق أنصاري آخر وقاتل حتى قتل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فانطلق الثالث وقاتل أولئك وهم يريدون يصعدوا الجبل، وهو يقاتلهم ويمسك هذا ويضرب هذا بالسيف حتى قتل. ثم قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فلا زال عليه الصلاة والسلام يقول ذلك حتى استشهد 7 من الأنصار من خيار أصحاب سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام.